ورجعنا معكم بحديث الكواليس. رجعنا معكم مستمعينا بحديث الكواليس مع أنا جو يونان عبر إذاعة جبل لبنان ومع ضيفتي نوال كامل. منورة الاستوديو نوال. يا حبيبي منورة بوجودكم. مستمعين قبل ما نكفي بدي أذكركم تتابعونا على كل مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بجبل لبنان لتعرفوا أكثر عن ضيوفنا، وكمان تشتركوا باليوتيوب شانل تبعنا لتحضروا الحلقة تبع نوال بالصوت والصورة. نوال كنا عم نحكي قبل البريك عن مسلسل مريانا وعن شخصية فيولات. كانت شوي لئيمة فيولات، شوي كتير. ايه معلوم. يعني أنا لئيمة وبتغار ومتكبرة ومش ايش على حدا، شايف الدنيا كلها برغش. مفكرة حالها بعدها عايشة بعصر البكوات يعني. ايه يعني بمريانا كان من بطولة كمان ممثلة كارول حج. ايه كارول صحيح. حج وماجي بغصن صحيح، كانت وماجي معنا. كانت موجودة. ايه طبعا بس بدي أحكي عن كارول وجان قسيس ايه كتار كانوا. كان كاست بول سليمان حبيبي، بول سليمان ويوسف يوسف حداد. حداد. لا صح. كان في كرو حلو كتير، مع انه هلا الكرو بطل ايه مش عم يبينوا موجود للاسف. بدي بس احكي عن كارول الحج. ايه تعتبر اليوم انه كارول خسرها يعني موهبتها ما يكون موجود اليوم على الساحة الفنية خسارة؟ ايه نحن كل الممثلين بلبنان عنا حرام يقعدوا بالبيت. اكيد. بس عم بس بحكي ليك نحن بدنا ناخذ بعين الاعتبار شغله جو، انه نحن مساحة بلدنا صغيرة، ما بتحمل عدد كم نسمة عنا قليل. شركات الانتاج عنا برضو قليلة. انه ومرقنا بظروف والممثلين كتار والممثلين مواهب كتار، كتيرة. بس وأمامتها يعني ظروفنا مش طبيعية يا خيي. نحن صرنا هلا 40 سنة ظروفنا مش طبيعية. بس كارول حاج تحديدا كانت بوقتها هي النجمة الصاعدة، كان في كتير وسيل النجمة الصغيرة لأنه أكتر شيء كان يكتب مروان نجار. يعني أكتر حدا كان يكتب بهداك الزمن. عرفت كان الكتاب يعني أنطوان غندور، مروان نجار. انه كان في كم حدا هيك انه مش بكثافه منى طايع بس ايه، بس ما كانت تكتب بكثافه مثل انطوان غندور ومروان نجار. طب تعتبري هي بطل لها محل بالساحه كارول او قرارة هي؟ لا ليه بده يبطل لها محل؟ بس هو عم بقول لك شو لا الظروف اللي نحن عايشينها كنا بتأهلك انك انت يكون عندك انتاج اوسع، بدك انتاج اوسع. عرفت ما في مش عم بخلونا نتنفس. يعني منيح بعدنا عم نتنفس، منيح بعدكم مستمرين. ما هي اكزاكتلي. طب نوال، اليوم بهيدا الزمن يلي عم نشوف انه ناس مثل كارول بكون عندهم النجومية بعدها مستمرة لهلا لو هن غايبين. ما بتخاف كمان نجومية نوال فجأة هيك تختفي بالوقت يلي شركات الانتاج قليلة؟ مثلا يبطل يوصل لك ادوار، او يوصل لك ادوار انت ما تقتنع فيها. يعني اليوم في ممثلين بنشوفهم بقول حيلا شيء مهم نشتغل، وهيدا السيناريو بعرف مش موجود عندك لأنك كتير دقيقة. لا دقيقة ما اختلفنا، بس في sometimes كرمال لتطلع مصاري أكيد بتقول بقبل، بس لحتى ما معوز حدا أكيد طبعا. يعني بتنازل عن نوعية الدور مقابل إنه أنا اشتغل وعيش يعني. ايه لانه نحن ما في شيء مضمون بهذا البلد لبنان. لا ضمان شيخوخه فيه، لا طب يعني انه الدوله تامن لك طبابه ما في شيء. يعني انت بدك لو مأمن كنت بدك تعمل اسيرانس لحالك. يعني صحيح. طيب والاسيرانس بكلف دكه، من وين بدي اجيبهم؟ يعني انا حتى ما نزلت على الطريق لا سمح الله صار معي شيء. طب لو مأمن كل هالقصص كنت على 64 هيك قلتي انا بدي مش ضروري العمر. الممثل بضل يمثل لو صار عمره 200 سنه. يعني هل لانه شغف مش لانه اكيد لا وعنده الكاباسيتين، عنده القدره، خاصه اذا موهوب عنده القدره. يعني بيتر اوتويل قديش عمره؟ انتوني هوبكنز قديش عمره؟ باتشينو ودانيرو بعدهم لهلا عم بيمثلوا صاروا قديش عمرهم؟ يعني بعدهم عم بيمثلوا وبيقدروا بيطلعوا على مسرح. يعني شيء امبارح شفت رفعت طراباي امبارح، لا نسيت انه اخر مسرحيه هي مسرحيه رفعت طراباي تبع شكسبير حضرتها. انه اسم الله الله يبارك فيه. قديش عمره رفعت؟ انبهرت طبعا. شو لكان الممثل ما بيوقف، ما عنده عمر بيوقف شغله. عرفت ما عنده. بس اليوم انه اقبل بدور مش على المستوى بس لحتى اقبض، اكيد ما انا ما فيني اعمل شيء تاني. اذا طولت بلا شغل
لا ما بقدر، بدي ادفع اسيورانس. لو الدولة مأمنت لي ضمان شيخوخة، لو الدولة مأمنت لي طبابة، يمكن اخف وطأ انه بعرف حالي ما حانكب على الطريق مثل ما هلا عم بيصير. لما مثلا عرفت مؤخرا انه جورج دياب كمان امبارح فات على الاوبيتال وعم بيعمل غسيل كلاوي. يعني سلامته. ايه انه بالنتيجة بالنسبة للمهنة تبعيتي، يعني انه الناس بيعرفوا شو بعطي انا، وانا لو الدور منه هالقد يعني شوي بسيط شوي قليل بحط كل حالي فيه. يعني يمكن انا لا اصنع بشقله منه شيء. بشقله طيب ايه بعمل شو ما كان، يعني ما بستخف فيه. عرفت شو؟ بس مش معناتها ما بشتغل كرمال الدور. مادة، لا لا. لانه وضعنا نحن بالبلد ما في شيء مضمون الحمد لله. طب نوال، بس ترجع هيك اليوم مثل عم نقول مسلسلاتك على طول بتنعاد ان كان على التاليبان، ان كان على البي سي، بيضلوا ينعادوا. سألتني عن نجومية إذا بخاف يخفت نجمة أو قلتي لي انه ما في شيء على هيدا الأرض له بداية ما له نهاية. كل شيء له بداية له نهاية، ما دايم إلا الدايم. يعني بتتوقع. ليش لا؟ مثل ما كان في قبلنا، بس ما يعني نجوميتهم ما هلا انت بتروح. اسم الله عليكي مستمرة. لانه فنانين. جو الفنان ما بيموت. ما ليه بقول لك الفنان ما بيموت؟ الكاتب الاديب ما بيموت، الشاعر ما بيموت، الملحن ما بيموت، بتضل الحان وتنسمع لمليون سنه من بعد ما ماتوا، المسلسلات بتضل تنعرض صحيح لمليون صحيح سنه صحيح. بعد ما ماتوا. كل شيء يعني هيدا ليه بيقولوا لك الفن هو وجه البلد الحضاري، يعني حضاره البلد بتعرفها من الفنانين تبعولن. بعدنا لهلا عم نحضر افلام فرانك سيناترا وعم نحضر افلام محمود المليجي، خالدي ما بتموت، اعمال وتوفيق خالدي. الدقن وكل هالممثلين الكبار يعني. صحيح. بعدنا لهلا بنحضرهم وبنسمعهم كانهم موجودين، عبد الحليم وغيره صحيح صحيح. وصباح والدنيا. ما بدنا نذكر الكل يعني، بس انه لا الفنان ما بيموت ونجمه ما بيخفض. لا مش لانه اذا عمل دور شوي بسيط يعني بيبطلوا يحبوا الناس. اللي بحب ما صحيح. بيتغير شيء يعني. عرفت؟ طبعا اعمالك يلي عم بس انه تنعاد. يحطوك بالبيت مثلا يمكن يكون هذا قرار ما بعرف. بالنسبة لكارول قرارة. يمكن ما يكون في دور لإلها. ايه يمكن انا يعني انا من قبل امل تبع السنة الماضية، السنة اللي قبلها ما عملت شيء، كنت بالبيت. قعدت سنة بالبيت صح. ايه. طب شي مرة كنت هيك عم تقلبي قطع مسلسل لإلك وقفتي عليه ترجعي تحضريه؟ او ما بتحبي تحضري حالك لا من زمان؟ بحب احضر مريانا، بحب احضر ربيع الحب. تنتقدي الاداء تبعك بوقتها؟ اكيد. ايه بمطارح اجباري ما فيك ما تنتقد يعني، مش بزقف لحالي. مع انه الناس شايفينهم لا بس في ما في شيء اسمه من اوله لاخره دقائق ازاد يعني بيرفكت. ما في حدا بيرفكت بالعالم. في مشاهد هيك بتشع تبقى واو ظابطه من كل الميلات، تصوير واضاءه واداء وفي مشاهد في يعني في هيك يعني زحطات. ايه ممكن تكون ساخن، يمكن تكون عجقه، يمكن على التكرار وعلى ما بعرف شو. ايه ممكن عادي. يعني بتنتقدي حالك عندك طبعا شو لكن اكيد ما حدا بيقدر يقول عن حاله انا بيرفكت من دقائق ازاد يعني ما بتزبط. لا اقول لك اليوم بتتقبلي انتقادات كيف نوال؟ لكن اذا يعني نقد بناء محله اكيد بس مش اذا قالوا لي ليش مشاعراتك منكوشين. يعني هذا بضحكني. حطيت له يعني وقتها 5:30 حطيت له هيدا الفاني فيس يعني غشيان من الضحك. لا ما هو حتى تنتقد لازم تكون فهمان باللعبة. انت ما فيك تقلي شعراتك منكوشين اذا مناسبين للدور. سوري يعني منكوشين. لانه بتتقبل النقد من ممثل بوجهك يمكن اصغر منك بالعمر شو ما كان اكيد. اذا شيء يعني اذا عم بيعمل نقد بناء قلت لك اكيد بتقبله وباخذ وجهة نظره. وبالعكس اذا قال شيء مش بمحله بفيده وبقول له كيف لازم تشوف الامور تكون نقدك بناء اكثر. طب نوال، كنا عم نحكي كمان عن الممثلين يلي رحلوا عن هالدنيا. بدي اذكر اكيد اول شيء أنطوان كرباج الله يرحمه. أنطوان كرباج أول مسلسل لعبته على تلفزيون لبنان كان اسمه عاشق الذهب، وكان هو عاشق الذهب هو بذاته. إنسان عن جد كتير خلوق ومتواضع. هو أول شخص علمني عمليا، أنا مش دارسة قلت لك بالمعهد تمثيل أو شيء، علمني عمليا إنه هيدا النص بس تاخديه كيف بالقلم كيف تسطري تحت الكلمات المهمة اللي بدك توصليها، وكيف تقطع الجملة
عرفت؟ هو اللي علمني اياها باستديوهات تلفزيون لبنان، انا ما بنسى هذا تعتبري له الشيء. فضل عليك يعني. طبعا اذا اللي علمك حرف عشوائي رح يصير سيد عليك، كيف اللي علمك كيف أسس يعني المهنة. التكنيك يعني كيف تستعمله ليكون اريح لإلك بالاداء تبعولك. اكيد يعني ما بنسى فضله يعني. واشتغلت انا وانطوان اكثر من عمل. صحيح. ف بالعكس انسان رائع الله يرحمه يعني، بس برضه باعماله ما بيموت يعني. الله يرحمه. كمان مم. بدي كمان هيك، ما بدي يكون عم بزعجك، بس بدي احكي كمان عن فادي ابراهيم. كمان الله فادي يرحمه. اللي ايه كمان كان عندك ايه في عمل كنت مع انا اعمال وياه. انت ايه وفادي. صح. كيف كان التعاون معه؟ لا فادي كتير مم. يعني كنا اصحاب يعني. فادي منكجي مهم. وبيحب يضحك وبيمزح وهيك. لا مم. كنا كتير انه اصحاب قراب من بعض كتير اكيد يعني. بس ورحل يمكن بوقت كان هو بعز عطائه. اكيد ما عم بقول لك فادي. الفنان ما له عمر. مم. ما له عمر. المطرب له عمر يعني، بعمر معين الصوت ببطل يطال طبقات يعني السلم الموسيقي تبعه بصير بصير محدود، يتغير. بيصغر شوي بس بضل الخامة حلوة. بس اجمالا يعني بتغير حسب نوعية الغنى اللي بغنيه هو، اذا طرب ولا شعبي ولا غيره. بس الممثل ابدا بضل طالما عنده صوت، طالما قادر يوقف ويعطي بالعكس عنده بيزيد، مثل انرجي. النبيد بيزيد. طبعا شو لك مم. أكيد. طب نوال، كمان خلينا نكفي هيك الاعمالك اللي مؤخرا مم. مش كتير زمان. آه مثل ما بالزمانات شاركتي مع كل ممثلين لبنان، ايه كمان هلا الجيل الصاعد الجديد شاركتي معهم، كان عندك كتير مشاركات يعني. شو حلو. دور العمر مع نترافق اجيال واجيال ومستمرة، انت مستمرة. باذن الله باذن الله. دور قد ما العمر بيعطينا مع صحة. اكيد. لا دور العمر مع سيرين عبد النور، كمان شاركتي مع ايه صح. سيرين. صالون ايه. زهرة مع نادين نسيب الجام. اكيد مؤخرا كانوا اعمالك مع ماجي بي للموت ع امل، ايه. وهلا بالدم. وخمسة ونص مع 5:30 كمان مع نادين. طب بتحسي انه كتار ممثلين اليوم بيقولوا شابوبا على الانتاج اللي عم بيصير، بس قبل كان الجو على الست في احترام، في رهجة، في التزام بالوقت، بيعلقوا على هيدا خصوصا الممثلين المخضرمين بيعلقوا على هالقصص. اليوم بتلاقي عم بتشوفي بالمسلسلات يلي عم تشاركي فيها مؤخرا هيدا الطابع وهيدا الجو يلي كان يكون قبل ايه لا بس صار في نضج اكبر، اكتر. صار في احترام اكتر. صار في ثقة بكل حدا لحاله بمقدرته بمركزه بالبوست تبعه اكتر. بعده الممثل اللي بيحترم الوقت يلي لازم يوصل فيه، أكيد. بيحترم وقت الاوردر تبعه بعده. ايه اكيد طبعا، الا لظروف استثنائيه يعني. اكيد بيحترم. ما فيك ما تحترم وقتك يعني، والا انت بتكون منك بروفيسيونيل مش محترف يعني. الانسان المحترف يلي عنده شغف بهيدي المهنه هو ما بيقدر ما يحترم الوقت او ما يحترم العمل. نحن بننطر بالساعات جو، بالساعات اوقات ليجي دورنا. عرفت؟ لو انسان ما بيحترم الوقت الوصول ما راح يحترم هذا وقت النطره. صحيح. لانه يعني في ناس ما فيها ما بتحمل، معناتها ما عندها هيدا الشغف لهيدا المهنه. لانه هاي المهنه صعبه كتير 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 صعبه. قليل اللي بيقدروا يتحملوا قساوتها. ايامات بتشتغل ببرد قارس، بيكون لابس صيفي برد يعني بتصير ترجف. انا بللموت بتذكر انه ما عادش طلع الحكي من تمي على السقعة، قد ما شد حنك انه هيك على السقعة الجليد. وهي تضحية بيعملها شو الممثل لكن اليوم. واوقات العكس تبقى لابس شي شتوي مثلا وبعين الشمس. ها محمولة. لا مش محمول. محمولة. الشوب ما بيهدلك الانرجي بس تبعك، تعطي طاقة. دخيلكم رح يغط على قلبي. بتقول ايه لا في ظروف الفنان الممثل بيمرق بيقطع فيها ما بشوفها المشاهد خلال. على لا الشاشة. المشاهد ما بيشوفها ولا بحس فيها ابدا. اوقات بيجيبوا كومبارسي ليشاركوا بمشهد معين بيكفروا بيكفروا. ما عندهم يعني ما عندهم هالطولة البال وهالكذا. عرفت؟ لا الممثل عنده معاناة تيأدي دوره ويطلع هالمشاهد للناس بالشكل اللايق. وبدك تضلك محافظ على الانرجي تبعك. ما فيك يعني انه اذا نطرت ساعتين ثلاثة يعني تقوم ترتخي تطلع على المشهد عم تتاوب. ما فيك. طب نوال، هو 3 الممثلات اللي اشتغلتي معهم بالذات اللي يمكن هن اليوم المتصدرين الساحة الفنية، عم بحكي بجيلهم، خبريني هيك عنهم 3 يعني. إذا بدي أحكي مع سيرين، كيف كان التعامل معها لسيرين؟
دور مش العمر مش عملته اول مع تعاون. سارين بمريانا، كانت صح. سارين بنتي صحيح مش اول تعاون. ايه مش اول تعاون، في غيره كمان، مأمنة في فيها غير. كممثلة لسيرين، بتلاقيها ممثلة عن حق وحقيق. ليك مش انا اللي بدي اعطي رايي لا فيها بلا يعني، لا اليوم لا لا، ممثلة انتبه، انتبه. بمكانتك بحق لها تعطي رأيها. ما اختلفنا، بس مش بعد يعني ما بقيم ادائها، مم. ما بقيم طب أدائها. كمشاهدة مش انا كممثل. بحبها لسيرين كإنسانة يعني، وممثلة جيدة، بس ما بقول انا انه بتقنعني ولا ما بتقنعني، يعني هذا الشيء انه ما فيني اقوله عنها هيك يعني، عرفت؟ ما في يعني، هي زميلة لإلي يمكن اكيد مني يعني مني بمستوى نجوميتها، بس لا. لا مني بمستوى نجوميتها. نجمة. هي انه عندها جمهور طويل عريض، ما هي ما بتمثل بس، هي بتغني كمان، اكيد بنوجه لها صار تحية جمهورها لسيرين. اوسع بكتير لا ايه ماني بمستواها لا الفني ولا النجومية، لا. طيب بين سيرين ونادين وماجي، مم. مين ارتحتي اكثر معه بالعمل؟ شوف ما عم بقول لك، شو مش دايما اذا كنت انوجدت بعمل معهم انه انا انوجد معهم مباشره بمشاهد، بس كان في مشاهد. ايه انت هلا كان في وسيرين، مشاهد مع أنت سيرين، كان في مشاهد مع نادين ومع كان في ماجي. مشاهد مع ماجي. يمكن اكثر شيء مع ماجي المشاهد اللي كتير كانت قريبه هي مع امل اللي صحيح. كنت اخذ دور في امها. كانت المشاهد اكثر انا وياها وهيك قراب. لا انه كلهم عن جد مش مجامله، ما بحب جامل يعني. نحن بقلب العسات ما فيك ما تحترم الاخر، ما فيك. ولا أي نجم أو نجمة لو مهما كبر شأنه إله حق يقلل من احترام أي ممثل مقابله، إن كان بمستوى البوست تبعه أو أقل، ما إله حق. هو منه صانع عنده. صحيح. لا، فالاحترام موجود، في تبادل بالاحترام، في تبادل بالتقدير، في ضحكة، في بسمة، في صحبة. يعني نحن كتير نتصرف نحترم بعض بكأنه عائلة. باحترافية يا حبيبي. يمكن ما نكون عائلة، ما ليش بدنا نكذب على حالنا، يمكن ما نكون عائلة، عرفت؟ بس الاحترام نحترم. واجب. انت بتشتغل بشركة كلهم عائلة، ما فيك يعني. في شيء واقع نحن عايشينه، بس الاحترام واجب والتقدير للآخر واجب. صحيح. وإنك تبارك لحدا، لا مش مشهد عمله حلو تقول له برافو مبروك، إنه شغلة عظيمة. هاي بتكبرك ما بتصغرك يعني، عرفت؟ اكيد. إيه؟ طب خليني احكي، عم نكون سريعين لانه الوقت رح يخلص. استوف الحق عليك، يلا. لانه ارشيفك عن جد كبير. نوال بدي احكي هلا عن الحاضر. مم. شو عامله فدوى بالناس؟ قولي لي شو عامله هيدي الشخصيه بدك اللي تسأل الناس يا جو. يعني بدي اسالك لك يعني الحمد الناس لله. ساعه بحبوها بيتعاطفوا معها، إيه. ساعه انه شو عملت خربت الدنيا. لا بتعرف مثلا امبارح حدا قال لي انتوا عم تعيطي اولادك، مع انه كنت كتير قاسي، بس يعني بس قساوتك فيها غصه، فيها حنيه. قلت له طيب ما عم عيط على اولادي. صحيح. يعني مش عم عيط على ماني رئيس صح عصابي صح. وبدي انشر. لا، هودي اولادي، يعني انا اذا كحشته من البيت رح ابكي اكثر منه. صحيح. وهذا اللي صار يعني بالكاركتير، انه اولادي صحيح بدي اخذ موقف منهم لانه كذبوا علي، يعني عرفت؟ مش اهانه للام هيدي او للبي انه اولادهم يضحكوا عليهم، يعني عمى ما في اسال منها. شنو كذا بس ضحكوا يعني ما هو ضحكوا يعني نحن يعني باللبناني بيقول تمسخروا عليها، كذبوا عليها. ايه هيدي جرح للاهل، جرح. فانا بدي اخذ موقف، بس بذات الوقت قلبي عم يوجعني عليهم، عرفت؟ طيب اذا بين هيدا الشيء يعني ثانكس جاد، يعني انا وصلت الاحساس صح. نوال بدي اسالك، اذا كان اليوم عندك ابن كمان بتعملي فيه مثل، لانه عم شوف اليوم في عنا كثير مشكله لا اكيد الولاده، انه مش الكل عم يقدر يجيب اولاد. بتعملي بتكوني هالقد قاسيه؟ لا اكيد. لا هي فدوى بدها انه ابنها يعيش الابوه، بدنا والولد اللي رح تجيبه هو بالنسبه لها حيكون مش محل جوزها، ما حدا بيحل محل جوزها، بس بيكون عندها مثل دافع جديد للحياه، تتجدد حياتها. يعني حدا تهتم فيه، لانه الانسان إذا أنا مش عايزتك يعني بخدمة، قد ايه بتنبسط إذا قلت لك جو بليز بدي منك هالخدمة. ما بعرف إذا نفسيتك هيك مثلا. لا. بس ما ذات الشيء. كل إنسان يعني إذا بطل حدا عايزه بصير يحس حاله عم بيموت.
يعني كانوا عم بتراجع لورا، عم بيموت، ما بقى حدا عايزه. عرفت بقى هالولد بس يجي بصير كأنك انت كلهم عايزينك تهتمي فيه، لا تعمي، عرفت. يعني شغله بتجدد فيها الحياه لفدوى يعني. تعطيها روح بلس جديدة انه بدها تسميها على اسم اسم جوزها جوزها. يلي هو انسان شهم وانسان اخلاق وانسان كتير بينحكى عنه بالمسلسل انه صح. انسان كان مميز يعني. عرفت ما صليت لحتى ما يجي يشبه امه الولد. انه هيدي سألت حما بس هي منا نجسة فدوى، ما عندها هالكاركتر. وقالت له انا بحبها لليان، بحبها لهالبنت، هي منا نجسة، هي بتحب ولادها وبتحب كناينها. لو خربت له بيته بس ما مش هي خربت له بيته، ان الولد هن بدهم اياه، والقرار اللي عملوه انه هن انت ما اختاروه. نقيت لا ابدا ابدا. انا قلت له بتتجوز حدا تاني من ورا الكذبه اللي عملوها فيه، انه كايف فيكم بدك تعمل هيك. ايه لازم واحد ينتبه على النيانسات اللي بتمرق، يعني مش بس انه يا لطيف شو عملت. نو يعني ما لازم يلموك. طيب فيهم يلومون يعني بس انا ما حتأثر. نوال، قبل ما بدي اختم معك بدي اسالك، قلتي لي بالكواليس انه هلا اخذ بريك استراحه، ما في شيء جديد، مش عم نحضر شيء جديد كأعمال. لا عملت صورت فيلم لتيلي لوميير وللعيد يعني، وعندي فيلم شو؟ فيلم اسمه حارس الصليب. اوكي. ومش اول فيلم للتيلي لوميير. لا مش اول فيلم ديني كمان بتعمليه على كل حال، شاركتي بدومينيكو سافي. دومينيكو هلا بنرجع بنحضر على كل حال وعامله غيره بس انه اشياء هيك تيلي فيلمات صغار يعني. بتحب تشاركي بهيك اعمال؟ اكيد، ليش لا يعني، شو بساهم طبعا. يعني لك. طيب نوال، بدي اختم معك بهيدا السؤال، ان شاء الله اكون ثقيل عليك. اذا ثقيل بده يطلع ثقيل يعني ما فيك تبطنها وتغطيها. رح جرب هيك يلا شوي شد السؤال. بعدك اليوم مثل ما قلت بعز جمالك، عندك اسبري جان عن جد، روح شبابيه، وبلاحظ حتى بطريقه لبسك كتير بتلبسي قصص هيك يعني مش عم نشوف نوال يلي بعمرها بتلبس التاير او الشيء اللي كتير مبالغ فيه. بدك تلبسني تاير؟ عندك لبس كتير مهضومي هلا، ما بعرف اذا مبين على الكاميرا ليه بده يلبسني تاير. حتى كيف شفتك بالسوبر ماركت، يعني بتلبسي شيء كتير عادي، جينز سامبل براتيك وعلى مود. بتتحرك. طيب. بدي اروح اعمل شوبينج، بدي ازوق اعمل هون، بدي امرق هون، ما فيك تلبس تاير توقع بحالي وحتى بقارنك ما اوقات عندي خدام بالبيت يا جو، بروح على البيت بجلي وبمسح وبنظف وبعزل بس بقارنك بالممثلين يلي يمكن مجيلة معك، بشوفهم غير ايماج عنك، يعني انت بعدك لح على العصر واللي بقلك. طيب كل هالقصص يلي عم بتواكبيها سنجل فور ايفر؟ فروم ناو اون اصلا قبل يعني من 20 سنه وطلوع، يعني تقريبا صاروا 20 سنه اذا بدك. والى قرار. طبعا قرار. مش نصيب. ما بتآمن انه مثل ما بلاقي النصيب؟ لا قرار، هو قرار. انا اخذت قرار انه اتكرس وما صح. ما اتجوز ولا قررت تخصصي هالوقت قررت تخصصي هالوقت للقصص يمكن الدينية وتمارسي. ليك مش تخصص وقت الإيمان والعلاقة مع الرب هي 24 على 24 يعني. حتى أنت ونايم الرب نفسك ذاتك الداخلية تتكلم، يعني في تواصل دايم مع الرب حتى أنت نايم. فبالعكس يعني أنا هذا أخذت قرار عن وعي كامل وقناعة كاملة، والحمد لله يعني أنه وصلت لهالقرار هذا ولهالمفهوم. لأنه بدك واحد يفهم الشغلة. طولتي لو وصلت لهالقرار؟ طبعا. شو لكان بس انه it's never too late. يعني اكيد never too late. شو يعني انا في ناس تقدسوا باخر تكه من حياتهم تابوا وتقدسوا. never too late اكيد any time، لانه ربنا ناطرنا واقف يقرا على الباب، واقف يقرا. فانت اي ساعه بتفتح له الباب هو مستقتل ليفوت لعندك. نوال، انا بدي اتمنى لك كل الخير. ما بقول لك قد ايه انبسطت اليوم انك جيتي وعطيتيني هذه المقابله. ميرسي لك. بدي اشكرك على ثقتك وانا كنت صراحه فان لك قبل، هلا زادت صارت فضيس مثل ما قلنا. بدي اشكرك. ما بس احب بعد تقولي شيء قبل ما نختم. ميرسي لك. الله يوفقك بالمهنه تبعيتك وبضلك هيك بهيدا النشاط. وثانكس لكل اللي سمعونا وعم بيسمعونا وعم يحضرونا اكيد وعم يحضرونا. فان شاء الله نكون عند حسن ظنكم. مستمعينا، وصلنا لختام حلقتنا من حديث الكواليس. معي أنا جو يونان عبر إذاعة جبل لبنان، ومع ضيفتنا المميزة نوال كامل.
بجدد موعدي معكم الأسبوع الجاي بزيادة التوقيت. ما تنسوا تحضرونا على يوتيوب وتتابعونا على كل مواقع التواصل الاجتماعي جبل لبنان. باي باي. حديث الكواليس من إعداد وتقديم جو يونان. فيكن ترجعوا تحضروا المقابلة كاملة على يوتيوب تشانل جبل لبنان.